السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناه شيوات عبير، قناتي وقناتكم ان شاء الله. اليوم ضمن تحضيرات العيد غنقترح لكم جوج اشكال ديال الحلوى بدون فرن، بطريقه سهله ومبسطه وبمقادير اللي هي بسيطه. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم وتشجيعاتكم. ان شاء الله دابا ندوزو المقادير وطريقه التحضير ديال الحلوى ديالي وعلى بركه الله. بالنسبه للبنات، الشكل الاول ديال هاد الحلوى، عندي هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو. هاد الكاوكاو خديته مقشر، كندهنو غير شويه ديال الزيت وباش ندخلو يتحمر في الفران. صافي دابا غندخلو الفران وما نحمروش بزاف باش ما يتحرقش ولا شي حاجه. المهم غنقابلوه مره كنحركو فيه صافي، وغادي ندوز باش نطحنو. صافي هنايا البنات خديت الهاشوار ديالي من بعد ما تحمر لي كاوكاو، كنطحنو على هذا الشكل هذا. وهنايا خديت نص باكيه ديال كيكس داك المعروف ديال ماريا، حتى هو طحنته البنات. صافي هنايا وضعتهم في اناء، وخديت هذا الكراميل اللي عدلت معكم من قبل، هو اللي غنجمع به هذا الكاوكاو مع كيكس. انا الكميه ما كفاتنيش الصراحه ديال الكراميل، وزيت عدلت اخر باش جمعت به، باش حصلت على عجينه اللي كتكون كتجمع لي شي حاجه. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا بقيت كنجمع في هذا الخليط بيدي حتى كيتلبس هذاك الكاوكاو مع كيكس، كيتلبس مزيان بالكراميل. صافي هنايا بالنسبه للخطوه الثانيه، خديت هنايا 500 غرام ديال الشوكولاط هذا الاسود كالا، هي اللي كنخدم بها. هنايا بنات من بعد ما ذوبتها خديت هذا المول هذا ديال ديكون، عندي هنايا سامبل كيجي على هذا الشكل. نتوما بامكانكم تعملوا اي مول عندكم، انا بالضروره اختاريت هذا الشكل هذا. صافي كناخذ هكا معلقه اولا تاخذوا شيته، هو اللي تقدروا تدهنوا بها هاد الحواف هادو ديال هاد المول بهذا الشكل هذا، اللي كتكون طبقه شويه رقيقه. صافي كنبقاو مستمرين وكناخذوا الخطر معها حتى كتلبس كامل معنا هذوك الجوانب. صافي دابا انا البنات غنخليه يبرد شي شويه في الثلاجه، غير باش يقدر من نكون كنعدل الكاوكاو فيه ما يتخسرش. صافي انا من بعد ما برد خديت هذاك الخليط ديالي وخديت كويرات وبقيت كنعمر هذوك الدوائر. صافي بهذا الشكل هذا ساهل الصراحه. صافي من بعد خديت هذاك الشوكولاط اللي عندي دايب وبقيت كنعمر هيدا من فوق باش كنغطي ديك الكاوكاو ديالي كامل وغندخلها للثلاجه تبرد. صافي بهذا الشكل هذا. صافي هنايا من بعد ما بردوا لي الحلوى ديالي، صافي دابا غنحيدها من المول ديالها. كما كتشوفوا معايا راه ما كتكسر ما حتى شي حاجه، كتخرج مقاده هي هذيك. صافي هنايا من بعد ما ساليت الخليط ديالي كامل، حصلت على هاد الحبات هادو اللي هما 47 حبه، يعني تبارك الله ما شاء الله. دابا دوزت باش نزينهم. خديت انا هاد المول هادو اللي كيكونوا كيتباعوا ب5 دراهم. انا اختاريت هاد الوريدات هادو، الصراحه كيجيو مزيونين. هاد الوريدات عمرتهم بالشوكولاط ابيض هما باش غنزين. صافي هنايا ذوبت شويه ديال الشوكولاط وغادي نعمر هادوك الوريدات كاملين وغادي نشفو حدايا غير هكاك بالريح. صافي وباش ندوز نزين الحلوى ديالي. صافي هنايا من بعد ما عمرتهم صافي غادي نشفو غير هنايا قلت لكم حدايا. صافي وخديت هنا الحلوى ديالي عملتها في بلاطو باش ندوز نزينها. بالنسبه للتزيين البنات، انا خديت هنايا غير واحد بلاستيكه عدلت فيها الشوكولاط ابيض. الصراحه الشوكولاط ملي كيكون باقي سخون كيعذب شي حاجه. المهم انا خديت هكايا درت التزيين، درت هاد الخطوط في الجوانب. شوفوا معايا كان كيسيح لي الشوكولاط صراحه كيعذب. وخديت هذوك الوريدات وحطيتهم هنايا في الجنب كما كتشوفوا معايا في الصوره على هذا الشكل هذا. الصراحه كان الريح كيدخل داغي كانوا كينشفوا لي. صافي انا البنات خديت هاد البيرلات اللي كيكونوا كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات ب5 دراهم. انا خديتهم هنايا في الدوغي. صافي ملي كنعمل هذوك الخطوط ديال الشوكولاط خصني نوضعهم مباشره حتى الشوكولاط كينشف دغيا مع الريح كما قلت لكم. دابا انا عم نعمل وحده بوحده باش ما نتعذبش في التزيين ديالهم. صافي غنبقى مستمره هيدا بهذه الطريقه، نوضع هاد الخطوط ونعمل معاهم وريده ونرش هذوك البيرلات. صافي غنبقى مستمره حتى نسالي هاد البلاطو ديالي اللي عندي كامل باش ندوز نوريكم الشكل ديالو وندوز ان شاء الله للشكيل ديال الحلوى الثاني.
صافي هنايا البنات كيف كتشوفوا معايا هو هذا هو الحليوه ديالي راه وجدات، كتجي على هاد الشكل هذا. دابا انا غندوز معكم الشكل الثاني. هنايا بالنسبه للبنات الشكل الثاني كما قلت لكم غنحتاج هنايا كورنفليكس. انا خديت هاد الباكيه هادي ب20 درهم، وهنايا خديت 500 غرام ديال الشكلاط ابيض من بعد ما ذوبته وزدت شويه ديال الزيت باش كيخفف معنا شي شويه. صافي انا غنوضع غير نص الكميه، ما غنوضعهاش كامله ديال هاد كورنفليكس. صافي وغادي نضغط عليها هكا شويه بيدي غير نفردتو شي حاجه باش ما يبقاش صحيح. صافي غير فحال هاد الشكل هذا ما نطحنوهش هيدا في الهشوار، خصنا نحسو بهاد القرمشه ديال هاد الرقائق. صافي دابا غنضيف له الشكلاط كما كتشوفوا معايا في الصوره، وغادي نحرك. صافي هادو هما المكونات اللي نحتاج في هاد الحلوى هادي، ساهله وسريعه، في 10 دقائق كتكون عندكم واجده. صافي غنبقاو نحركو على هاد الشكل هذا حتى كيتلبس لي داك كورنفليكس بالشوكلاط كامل كما كتشوفوا معايا. صافي وغتكون عندي واجده. هنا خديت هاد الكويغطات البنات في المارو باش كيخرج لنا اللون هذاك ديال الشوكلاط الابيض اللي انا خادمه به. يعني ما نعملوش اللون في اللون، يعني الابيض نعملو كويغطات في الابيض مع الشوكلاط في الابيض ما كتعطي حتى منظر. انا خديتهم هكا وعمرتهم. صافي ساهله، هذه هي الطريقه اللي كنديرها، والصراحه كيجيو مقرمشين غزاله كتجي هاد الحلوى. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي غنبقى مستمره تنعد تنعمر هاد الكويغطات ديالي كامله. انا هنايا حطيت لي كميه 50 حبه، يعني كميه ما شاء الله مهمه. صافي هنايا بنات من بعد ما عمرت الكويغطات ديالي كاملين بنفس الطريقه، خديت انا هذاك الورد هو اللي زينت به غير باش تعطيني الديكور وصافي. مع الابيض والغوز كيجي الصراحه مزيون في المنظر. صافي هنايا بنات من بعد ما ساليت الحلوى ديالي وقديتها في بلاطو، شوفوا الشكل ديالها والمنظر كيجي رائع. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. ودابا هنايا الفيديو ديالي كنقول لكم سلام، بسلامه عليكم، بالصحه والراحه.